الارجنتين هتروح مني. نعمل ايه؟ الارجنتين هتروح في داهيه. ايه يا سيد يا معز؟ متخاذل ليه يا سيد يا معز؟ متخاذل؟ ده تخاذل قوي كوتش يعني. انا جايب اول شوط هاتريك. انت جبت هاتريك؟ طب ما تجيب كوتش جولين. الهاتريك ب3 اجوان. معقوله؟ هو الهاتريك بقى ب3 دلوقتي؟ طب ايه المشكله؟ ما تجيب 4 5 6. الارقام كتير يا سيد. مش انت سيد معزه يبقى لازم تثبت فعلا انك معزه. انت عندك زميلك عجوه اهو مجتهد اهو. ايه يا كوتش؟ ده مضيع ضربتين جزاء. معلش يا كوتش، انت عارف الاكسجين كان قليل وانا عندي حساسيه من نجيله. ولا يهمك يا عجوه حبيبي، كتر خيرك ان انت مستحملنا اصلا. مش اخلاق معيزه يا كوتش والله. بقول لك ضيع يا كوتش. مش كتر معزه خيره اللي ايه؟ انت كده، دي اخلاق خروف. عليه العوض ومنه العوض فيك يا معزه يا متخاذل. يا كوتش انا مش متخاذل والله، انا عناية ليكوا. وانت يا عجوه انت كويس. انت بتلعب في الارجنتين معانا يا عجوه؟ بتقول حاجه يا كوتش؟ ده بيلعب في مناخيره، محترف يعني. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح في الاستوديو التحليلي بتاعه. يوم 16 يونيو أيها المشاهد الجميل 2018 حصل حاجتين مهمين. الحاجة الأولى هي عرض حلقة ميسي والكلب، أولى حلقات استاد الدحيح. وهذه الحلقة العظيمة ذات الفكرة المختلفة والتفاصيل المميزة كانت بتشرح سر موهبة ليونيل ميسي الجبارة، وإزاي بيعدي من المدافعين كل مرة بنفس الطريقة ومحدش عارف يوقفه، وإزاي هذه السرعة الرهيبة خلته واحد من احسن اللاعبين في التاريخ، بل ان في بعض الناس شايفينه الاعظم في التاريخ. المهم ان في نفس ذات اليوم اللي نزلت فيه هذه الحلقه ميسي يضيع ضربه جزاء قدام منتخب ايسلندا في كاس العالم، وبسببه تتعادل الارجنتين وتخسر نقطتين في بدايه مشوارها في المونديال. الحقيقه كان موقف محرج جدا، وما اخبيش عليك عزيزي المشاهد انا ارتبكت، خصوصا لما عرفت ان دي مش اول مره، وان ميسي ضيع ضربه جزاء في نهائي كوبا امريكا 2016، وكمان ان معهوش ولا بطوله دوليه مع منتخب الارجنتين منتخب بلاده، وانه متخاذل وبيعتزل دوليا مره كل اسبوعين. الحقيقه ايها المشاهد انا ارتبكت. الله، انا طالع انجم في الراجل ويطلع هو في الحقيقه كده. وبدات اسال ازاي ميسي العظيم في برشلونه مش عظيم بنفس الدرجه في منتخب الارجنتين. والحقيقه بقى قدامي احتمال من اتنين، اما ان ميسي اوفر ريتد ومش عظيم ولا اسطوري ولا معزه ولا اي حاجه، وان معلش كده في عوامل معينه موجوده في برشلونه هي اللي بتخليه يظهر بهذا الشكل، لكن هو فاضي من جوه، والدليل اللي بنشوفه في الارجنتين. او ان ميسي عظيم فعلا ولكن في مشكله ما في منتخب الارجنتين، وهي دي اللي بتاثر على مستواه بشكل سلبي. ما اخبيش عليك الاحتمال الاول صعب شويه، والارقام لوحدها ممكن تنفيه بكل سهوله. يعني مثلا لو ميسي عمل مواسم عظيمه في برشلونه بسبب وجود مدرب كبير زي جوارديولا، هنلاقي ان ميسي ايضا عمل مواسم عظيمه بعد ما جوارديولا مشي ولعب تحت مدربين تانيين. يعني هو جاب 211 جون وصنع 85 في 219 ماتش مع جوارديولا، ولكن هذه المعدلات ما تاثرتش كتير لما جه مثلا فيلانوفا اللي كان مدرب صغير ما عندوش خبره كبيره، وكذلك ما تاثرتش مع مدرب زي مارتينو اللي قدم واحد من اسوا مواسم برشلونه، ثم جاء انريكي صاحب جوارديولا واللي حقق الخماسيه مع برشلونه، وبرضه ميسي قدم معدلات عظيمه. ثم وصلنا لفالفيردي اللي ما حدش عارف هو مدرب كوره كويس ولا وحش ولا ايه، ولا هو بيمرر كوره اساسا ولا ايه، وبرضه ميسي لم يتاثر. الارقام اللي قدامك دي بتقول ان المستوى اللي ميسي وصل له مع جوارديولا فضل مستمر بمرور السنين وباختلاف المدربين، ويمكن كمان اللي اتغير فعلا هو ارتفاع صناعه ميسي للاهداف، وده ينفي ان ميسي صنيع تشافي او انيستا او نيمار او حتى داني الفيش اللي هو اكتر لعيب عمل اسيستات لميسي في مسيرته لحد هذه اللحظه. 32 جون صنعهم الفيش لميسي، لكن تشافي مشي 2015. هل ميسي ما بقاش يجيب اجوان؟ ده بيجيب عادي جدا. بعدين داني الفيش مشي 2016. هل ميسي اتاثر ولا الهوا؟ وبعدين نيمار راح باريس 2017 ابوه وداه هناك، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. طيب انيستا يمشي في 2018 وده الرسام، فميسي المفروض ينهار بقى ويا لهوي يا جدعان. لا برضه ولا حاجه. خليني اقول لك ان معدلات ميسي مع برشلونه في مواسم عظيمه زي 2009 و2015 لم تختلف عن معدلاته في مواسم برشلونه ما حققش فيها اي حاجه، زي مثلا موسم 2012 او موسم كارثي زي 2014 ما خدوش ولا بطوله تقريبا. كل شيء بيتغير وميسي ثابت زي ما هو. موضوع مش حظ، لكن لو ميسي محظوظ مع برشلونه في حاجه فهي غالبا
غالبا لاسباب تانية خالص، زي انه انتقل من الارجنتين لاسبانيا وهو صغير وعنده 13 سنه. السن الصغير ده سمح له بالاندماج بسرعه في كاتالونيا والشعور بالانتماء ليها. كمان تصعيده للفريق الاول في برشلونه حصل بمنتهى السلاسه، والضغط عليه كان اقل لان نجم الفريق ساعتها كان رونالدينيو، فالمطلوب من ميسي كان اقل. وكمان علاقته برونالدينيو كانت علاقه جميله حلوه، وسن ميسي الصغير خلى استيعابه للضغوط اقل. وعزيزي المشاهد، اعكس كل هذه العوامل للنقيض هنلاقيها هي ملامح ظهور ميسي مع الارجنتين. يعني مثلا في اول ماتش ليه مع المنتخب نزل في الدقيقه كام؟ الدقيقه 63. في الدقيقه 65 خد كارت احمر واتطرد. الله، ايه ده؟ علاقته بريكيلمي نجم الارجنتين ساعتها كانت زي الزفت، واللي جمهور الارجنتين كان منتظره من ميسي منذ البدايه كان عالي جدا. باختصار، علاقه ميسي بالارجنتين من اللحظه الاولى كان عنوانها كلمه واحده بس: الضغط، ستريس، بريشر. وعشان الامور تبقى اوضح خليني احكي لك قصه الارجنتين. عزيزي المشاهد، لو خيرتني العب في منتخب ايه، اخر بلد هقول لك العب فيها هي الارجنتين. للاسف الارجنتين بلد مأزوم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. حد طبعا يقول لي مأزوم شرعي، اقول له لا، مأزوم على الغدا. المهم، كلاعب كرة قدم في الارجنتين فانت مطلوب منك تشيل من على الناس المشاعر السلبية بسبب كل هذه الازمات اللي هم مأزومين منها. الزميل جوناثان ويلسون والصديق العزيز في كتابه Angels with Dirty Faces بيقول ان سكان الارجنتين لحد سنة 1918 كان 20% بس مولودين لجدود أرجنتينيين، والباقي اتولدوا بره. الشعب ده كان كتلة متنوعة لا تجمعها قومية واحدة، مش زي الإنجليز أو الألمان أو العرب أو الروس. وكان السؤال وات إز أرجنتينا؟ ما هي الأرجنتين؟ وحسب كلام ويلسون الشيء الوحيد اللي كان بيجيب على هذا السؤال وبيخلي فيه حاجة اسمها الأمة الأرجنتينية هو ماتشات الكورة ضد بلاد تانيين. احنا عرفنا ان احنا أرجنتينيين لما لقينا نفسنا بنلعب ضدهم، وده يخلينا نفهم سبب التعصب للكورة هناك، لانها بالنسبه للناس هويه. ويخلينا نفهم ليه حاجه زي التهديدات بالقتل لعيبه الكوره كان شيء معتاد جدا في السبعينات والثمانينات، وليه مثلا ديربي زي ديربي العاصمه بين بوكا جونيورز وريفر بليت السوبر كلاسيكو الارجنتيني هو اعنف ديربي في العالم. وتخيل ان من سنه 1922 ل 2018 في 328 شخص مات في الارجنتين بسبب احداث عنف مرتبطه بالكوره، منهم 93 في اخر 10 سنين بس. الارجنتين كمان في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين كانت واحدة من أعلى 10 دول في العالم بالنسبة للناتج المحلي. في السبعينات نفس البلد دي مستوى التضخم فيها نط بقى 400%. وفي نفس المرحلة نظام الجنرالات هناك أو ما يعرف بنظام الخنتة قرر تنظيم كاس عالم سنة 78 وكلف البلد 700 مليون دولار حسب المصادر الرسمية. بعض المصادر التانية بتقول ان الرقم وصل لمليار دولار. مليار دولار في السبعينات عشان كاس العالم. مش بس كده، الخنتة قرروا ان الارجنتين كمان لازم تفوز بكاس العالم، وان دي مهمة قومية وواجب وطني يقع على اكتاف اللعيبة. ويقال ان هم خطفوا اصدقاء لاعب زي البرتو تارانتيني. لا انا مالي يا لمبي، هم عايزين لعيب يلعب في كاس العالم مش هيقدروا يخطفوه، فخطفوا اصحابه وضغطوا عليه عشان اللعيبة تحس بأهمية البطولة. لاعب كرة القدم الأرجنتيني عزيزي المشاهد هو البطل القومي اللي بتقع عليه مسؤولية مواجهة كل المشاعر السلبية اللي بيشيلها المواطن الأرجنتيني، أو المسيح، واللي بيحمل كل خطايا الفساد السياسي والاقتصادي وأزمة الهوية. لفظ المسيح عزيزي المشاهد مش كلامي، ده اللفظ اللي استخدمه خورخي فالدانو اللاعب الأرجنتيني السابق والإداري السابق في ريال مدريد. هو منصبه كان مدير كورة. انا بجدها مضحكه الحقيقه. وهو بالمناسبه يا جماعه لسه بلدان، فحد يا ريت يجيب له بطانيه. واحد من اهم اللي كتبوا عن كره القدم هناك. والمسيح الارجنتينيين كانوا بيبحثوا عنه كان مارادونا اللي كسب بالارجنتين كاس العالم 86. ومارادونا كان فاهم برضه العبء ده، وقال انه فوز الارجنتين بالمونديال مش هيغير العالم، مش هيؤدي لانخفاض اسعار الخبز، ولاعيبه الكوره مش هيحلوا مشاكل الناس. مارادونا كان نفسه ان الكوره تحل مشاكل الناس، بس ده مش هيحصل يا مرمر. حسب كتاب Angels with Dirty Faces مارادونا كان المسيح القديم بالنسبة للأرجنتين، والمسيح المنتظر كان ميسي. وقبل كاس العالم 2010 بقوا الاتنين موجودين في المنتخب، مارادونا مدرب وميسي هو الكابتن. قبلها الأرجنتين كانت خرجت من كاس العالم 2006 وخرجت بفضيحة 2002، خرجوا من الدور الأول. والأرجنتين ما كانتش كسبت أي بطولة من سنة 93. وكالعادة كل ما الأرجنتينيين بيتزرعوا يجيبوا مارادونا، وفعلا مسك المنتخب للسبب ده. وفي نفس الفترة وقت 2010 كان دايما في سؤال في الأرجنتين: ليه ميسي مش بيأدي في المنتخب زي ما بيأدي
يأدي لبرشلونه. الموضوع وصل ان بعض المقالات الصحفيه قالت الله انتوا ليه بتعتبروا ميسي ارجنتيني اصلا؟ هو صحيح اتولد في الارجنتين بس هو اتربى في اسبانيا، معاه الجنسيه الاسبانيه ولهجته كتالونيه. ان فاكت اتعرض عليه يلعب في منتخب اسبانيا وهو اللي رفض، ولكن يبدو ان ده ما كانش كفايه انه يثبت ولائه للارجنتينيين، وبقى عادي جدا ان الجمهور في الملعب يصفر على ميسي اثناء ماتشات المنتخب لما اداؤه ما يعجبوش. وعلى حسب كلام ويلسون لما الارجنتين خرجت من كاس العالم سنه 2010 بهزيمه تقيله قدام المانيا 4-0 كان قدام الجمهور اختيار من اتنين، اما يفقد ايمانه بالمسيح مارادونا او يحمل المسيح المنتظر مسؤوليه الخساره والخروج. عزيزي المشاهد ده مش اللي انا بقوله، ده اللي قاله جوناثان ويلسون في كتابه، وهي دي نقطه التحول اللي بقى فيها اللاعب المنتخب الارجنتين عبء نفسي على ميسي، وبقى احساسه انه مش هيكسب اعتراف الناس بيه كارجنتيني الا لما يكسب كاس العالم. وده مش الضغط الطبيعي اللي يقدر يتحمله لاعب كره قدم، ده ضغط على ميسي كانسان مش كلاعب، على هويته نفسها كمواطن ينتمي للبلد. الاسترس كمان يفسر قرار ميسي بالاعتزال دوليا اكتر من مره، وبيفسر كمان تصريح ميسي الغاضب جدا بعد الهزيمه في ماتش ودي قدام فنزويلا، ماتش ودي مش مهم بس ده لان الصحافه والجمهور ما رحمهوش. وميسي بيقول ان ابنه شاف الكلام ده على اليوتيوب وراح قال له هم ليه مش طايقينك في الارجنتين يا بابا؟ فميسي قال بمنتهى الغضب people buy into everything that's said so then I am the son of الناس بتصدق كل حاجه بتتقال، وانا ابني تبا لك ان تتخيل عزيزي المشاهد لما اب يحتاج يشرح لابنه تبا لك. استرس عظيم جدا وتاثيره كبير. طبعا انت عارف الاسترس اللي بيبقى في الامتحانات والانترفيو، بس خليني اقول لك ان ايا كان اللي انت عارفه عن الاسترس ده فالواقع اسوأ بكتير، وتاثير الضغط على جسم الانسان ابشع بمراحل مما تتخيل. وخلينا نسال الجماعه بتوع فسيولوجيا الاعصاب وهم يجاوبونا عن نيوروفسيولوجي. خليني اشرح لك ازاي الاسترس بيشتغل، وخليني بالمره احكي لك حكايه منتخب كوريا للرمايه بالقوس والسهم الارتشري قبل دوره الالعاب الاولمبيه في بكين 2008. كان مدرب كوريا الجنوبيه بيحاول يوصل بلاعبات منتخبه لاكبر درجه من الدقه الاكيورسي، وكان عارف ان اسوأ اعداء الدقه هم حاجتين: الضغط والتشتيت، الاسترس والديستراكشن. فاولا كان بيجيب سماعات ضخمه في ملعب التدريب ويشغل عليها اصوات جمهور عاليه عشان يعلمهم يركزوا ويواجهوا الديستراكشن. وبعدين طلب من اللاعبه الاساسيه في المنتخب انها تروح المقابر بالليل لوحدها، وكمان طلب من اللاعبات انهم يمسكوا تعابين في ايديهم، والله كل واحده تمسك تعبان وتحطه بين سنانها. هو ببساطه كان عايز يعرضهم لاكبر درجه من الضغط عشان يخلي استجابه اجسامهم للاسترس والضغط اقل. يعني انت لما تمسك لي تعبان ولا لما تمشي لي في المقابر بالليل بعد كده ماتش الرمايه بالنسبه لك هيبقى لعب عيال. الاسترس ايها المشاهد مش شيء بسيط، اسالني انا عارف. الاسترس بيولع في الجهاز العصبي، لما الدماغ بيدرك وجود الضغط بينشط الجهاز العصبي السمبثاوي السمباثيك نيرفس سيستم، ترتفع نسبه الادرينالين في الدم، يرتفع ضغط الدم، معدلات نبض القلب ترتفع، معدل التنفس يرتفع، وكميه الدم اللي بتوصل للعضلات تكون اكبر. كل ده بيحصل في لحظات. كمان الغده النخاميه بتنشط وبيرتفع افراز هرمون الكورتيزول عشان نسبه السكر اللي في الدم تعلى ويروح للمخ والعضلات. هتقول لي طب ما الاسترس حلو اهو وبيخلي الجسم اقوى. هقول لك استنى اما تعرف تاثيره على مخك او للدقه الكوجنيتيف فانكشنز زي الانتباه والتفكير واتخاذ القرارات وتقييم الواقع. كل هذه الوظائف بتتأثر سلبا، احتمالات القرارات الخاطئة بتزيد، دقة القرارات اللي المخ بياخدها بتقل، ردود الأفعال بتبقى أبطأ، وقدرة المخ على تحليل المؤثرات بتنخفض. يعني التوتر ممكن يخليك تجري من أسد بيجري وراك، أو يخليك تأدي أي نشاط بدني عنيف، بس صعب جدا يخليك تأدي شيء بدقة زي لعبة الرماية بالقوس والسهم. ومع لاعب زي ميسي معتمد بشكل أساسي على السرعة في اتخاذ القرارات والسرعة في تنفيذها، ومعتمد على سرعة رد الفعل اللي بتسبق المدافعين، فلما تضغط عليه وتخليه أبطأ فانت كده بتاخد منه السوبر باور بتاعته وبتحوله من سوبر هيرو لشخص عادي. فباختصار الضغط العصبي تأثيره قد يكون جيد بدنيا، يعني ممكن يرفع كفاءة المدافعين في الكورة اللي هم بيعتمدوا على القوة والجري زي وائل جمعة كده، ولكن تأثيره على العقل بيكون سلبي، وفي معظم الأحيان هيقلل كفاءة المهاجمين وصناع اللعب، أو
الدقه هيقلل الكرياتيفيتي بتاعتهم، الابداع. يعني مثلا الدراسه اللي هقولها لك كمان شويه بتحلل اداء لاعبي ليفربول، وبتلاقي ان في وقت الضغط العصبي مساهمه مدافع زي فان دايك بترتفع بشكل ملحوظ، فله حق كلهم بيشتريه ويبقى اغلى مدافع في العالم على الاقل لحد هذه الحلقه 2019. وفي نفس الوقت بتقل كفاءه صانع اللعب زي نبي كيتا تحت الضغط العصبي. ايها المشاهد، انا عارف الموضوع بقى معقد، ما تحسش باي ضغط عصبي والا هتصبح اقل دقه. واحد يقول لي الله، افرض انا ما عنديش دقه، اكل كشري ازاي؟ اروح اجيب الخيار واجي لك اجاوبك على هذا السؤال العبيط الساذج. نكتك بقت سخيفه. في مارس 2019 فريق بحثي قدم دراسه بعنوان شوك اور شاين، اتخنق او المع لايك ا دايموند، وقدموا هذه الدراسه في احد المؤتمرات في جامعه MIT. الدراسه دي بتحلل اداء اللعيبه وعلاقته بالضغط النفسي، وفي الاول بتحط قواعد على اساسها تقدر تحدد درجه الضغط وعوامل تقدر تقيس بيها استجابه اللعيبه للضغط. يعني مثلا امتى نقول ماتش صعب؟ لما يكون مثلا فريق بينافس على البطوله وبيلاعب غريمه المباشر. يعني انت مثلا في ال20 فرقه من الدوري الانجليزي ولكن انت المركز ال19، فانت عايز تطلع المركز 17 عشان ما تهبطش. او لو انت بتلعب مثلا بره ارضك الضغط بيكون صعب. طيب ازاي نقدر نقيم استجابه اللاعبين للضغط؟ من خلال 3 عوامل، 3 فاكتورز. اول حاجه مساهمتهم في الماتش، جابوا جوان ولا عملوا اسيستات، او مدافع وقف لهجمه خطر. العامل الثاني القرارات اللي هم بياخدوها داخل الماتش. والعامل الثالث دقه تنفيذ هذه القرارات. يعني مثلا لو القرار صح ان انت ترقص، هتعرف ترقص ولا لا؟ هي دي العوامل، وطبقوها على عدد من الحالات في كره القدم ولقوا نتائج ما تختلفش عن النتائج اللي انا لسه قايلها لك من شويه. لا طب يا جماعه كنت تسالوني. مثلا خط دفاع يوفنتوس الايطالي كليني وبيلوتشي ومهدي بن عطيه، لقوا ان مساهمتهم في الماتش بتزيد وقت الضغط، وده نفس الوضع اللي قلته لك مع حد زي فان دايك من شويه. والافريج ديفندر المدافع العادي المتوسط برضه اداؤه بيزيد تحت الضغط. ولكن اللي يهمنا زي ما بقول لك المهاجمون والكرياتيفيتي، الابداع. نفس الدراسه حللت احصائيات هجوم مانشستر يونايتد وكفاءه مراوغات اللعيبه تحت الضغط، ولقوها بتقل. لوكاكو وسانشيز ومارسيال وماتا ولينجر وبوجبا كلهم كفاءه مراوغتهم بتقل. يمكن الاستثناء الوحيد كان لاعب زي راشفورد، بس ده حاجه استثنائيه، يعني اغلبيه الحالات كانوا فعلا بيتاثروا خاصه المهاجمين. طب ايه الوضع مع لاعب زي نيمار، اغلى لاعب في التاريخ؟ نيمار في اوقات الضغط مجهوده وتحركاته بتزيد، ولكن كل القرارات المعتمده على الابداع بتقل. دقه التصويب بتقل بالسالب 20% عن المتوسط بتاعه، والمراوغات بتقل دقتها ب 10%، والكرات العرضيه بتقل كمان دقتها 10%. الكلام ده تحليل ل 997 دقيقه لعبهم نيمار تحت ضغط منخفض، و472 دقيقه لعبهم تحت ضغط مرتفع. طيب بالنسبه لنتائج الفرق، هل بتتاثر بالضغط زي اللعيبه ولا ايه؟ طبعا ما الفرقه دي لعيبه في الاخر. والاهلي بمن حضر. ورقه بحثيه ظهرت في 2018 عنوانها كان شوكينج اور ديليفرينج اندر بريشر. مش عارف عزيزي المشاهد ايه مشكلتهم مع الخنقه. الورقه كانت بتقول ان في اعتقاد سائد في سوق العمل ان الضغط بيؤدي لزياده المجهود وبالتالي زياده الانتاج وكفاءته. فهل الاعتقاد ده صح ولا لا؟ وفي محاوله للاجابه على السؤال ده الباحثين راحوا لمجال زي الرياضه، بالتحديد ماتشات البلاي اوفز في NBA، وحللوا 1930 ماتش في 33 موسم مختلف. ونتيجه التحليل قالت ان الفرق اللي بتدخل مباراه وهي ظهرها للحيطه ولازم تكسب، ولو ما كسبتش هتخرج من المنافسه، في المعتاد بتخسر، لان الفرق دي بتكون بين قوتين. الاولى هي الطموح في الانتصار، والثانيه هي الخوف من الفشل، والخوف عاده تاثيره بيكون اقوى. الورقه قالت كمان ان الضغط فعلا بيرفع من المجهود والكفاءه، بس اب تو ا بوينت، لحد نقطه معينه. اول ما يوصل لها الضغط بيكون تاثيره سلبي جدا وكبير. وكمان قالوا ان نتيجه بحثهم متشابهه مع نتيجه بحث اخر عن ضربات الترجيح فين؟ في كره القدم، وان الضغط العصبي دايما بيكون عنصر سلبي، وكل ما تزيد اهميه الضربه وتاثيرها في حسم نتيجه الماتش بتزيد كمان احتمالات ان اللاعب اللي بيشوط ضربه الجزاء ينهار تحت الضغط وبيضيعها. وده شفناه كتير، مثلا روبرتو باجيو في كاس العالم 94، او شيفتشينكو في نهائي دوري الابطال في 2005 اللي ليفربول كسبته، ليله اسطنبول الشهيره يو ويل نيفر ووك الون. وكمان نهائي كاس العالم 2006 لما تريزيجيه دخل وضيع ضربه الجزاء، وكمان ميسي قدام ايسلندا. وده يرجعنا لاول الحلقه. ايها المشاهد الجميل الحلو ابو عيون جريئه، مجموعه من الاحصائيات اللي بجدها صادمه احب اقولها لك.
قبل كاس العالم 2018 كان في 22 لاعب هم اللي مسؤولين عن تنفيذ ضربات الجزاء لمنتخبات بلادهم، بنالتي تيكرز. لو حبينا نرتبهم على اساس الكونفرجن ريت، يعني نجاحهم في تسجيل ضربات الجزاء اللي لعبوها خلال الكارير بتاعهم كاملا، ميسي هيطلع المركز ال17 من اصل 22. ال17 من 22. مش بس كده، في 10 منهم سددوا 20 ضربة جزاء او اكتر في خلال مسيرتهم. ميسي في ال10 دول ترتيبه رقم 8. لو حبينا نشوف اخر 10 ضربات جزاء سددها كل لعيب من ال 22 دول قبل المونديال مباشرة، هنلاقي ميسي ضيع منهم 4. يعني الكونفرجن ريت بتاع ميسي في ال10 ضربات دول 60% بس. ترتيبه في ال 22 يعني كان رقم 20. طبعا عزيزي المشاهد اكيد بتتساءل، امال كريستيانو عمل ايه؟ خليني اقول لك ان كريستيانو في ال 22 في خلال مسيرته كلها كان في الترتيب الثاني بعد زلاتان ابراهيموفيتش، وده طبيعي عشان يعني الجون يخاف يصد كوره لزلاتان، وحتى لو خرجت بره الحكم يخاف ما يحسبهاش. المهم لو الكونفرجن ريت خلال مسيره ميسي هو فقط 77%، فالدون كريستيانو يتفوق عليه في النقطه دي. والكونفرجن ريت بتاعه في ضربات الجزاء خلال مسيرته 82.2%. عزيزي المشاهد هو ده ميسي اللي شفناه بيحط 3 اجوان من 3 ضربات حره في 3 ماتشات ورا بعض، واللي شفناه احيانا بيحط جونين من فاولين في نفس الماتش. وطبعا تنفيذ الفاولات اصعب من ضربات الجزاء، ولكنه الضغط عزيزي المشاهد، الاسترس يقدر ياثر على ميسي بالشكل السلبي ده في بعض الاحيان، لان الفاول لو ضاع محدش هيلومك، فاول وصعب، فبالتالي الضغط بيكون منخفض واللي انت بتحتاجه بيكون التركيز. وميسي كشخص انتروفيرت قدرته على التركيز عاليه، وقدرته على مواجهه التشتت كبيره، الديستراكشن، لان الديستراكشن عامل خارجي اكستيرير، بينما نفس الشخص الانتروفيرت قدرته على مواجهه الضغط اقل، لان الضغط عنصر داخلي انتيرير. وامثال ميسي يقدروا يتعاملوا مع الحاجات اللي جايه من براهم ويقاوموها، ولكن الضغط اللي جاي من جواهم هو اسوأ اعدائهم. ميسي ممكن يكون فعلا احسن لاعب في العالم او حتى في التاريخ، ميسي ممكن يكون مثالي سوبرمان، لكن الكريبتونايت بتاعه هو الضغط. انا مش عايز اقول لك ان كل الناس بتستجيب للضغط بنفس الطريقه، بعض اللاعبين يمكن يكونوا بيلعبوا احسن تحت ضغط، وبعض اللاعبين زي ميسي ممكن يكونوا بيلعبوا اسوأ تحت الضغط. ولا عايز اقول لك ان كل اللي بيحصل في الارجنتين سببه ميسي. الموضوع اعقد من كده عزيزي المشاهد، في عوامل تانية اعقد من كده بكتير، لكن انا بس كنت عايز اوضح لك ازاي الضغط ممكن يأثر على الانسان. وكنت عايز بما ان هذا الاستوديو التحليلي بيوصل لحتت كتيره في العالم، ان لو اي لاعب من لعيبه برشلونه شاف هذه الحلقه، هم بيشوفوها كتير، يعني كان لسه من كام يوم احد الاصدقاء باعت لي من هناك، مش متاكد اذا كان بيلعب في برشلونه، لكن شفته كان لابس الفانيلا بتاعتهم فقلت اكيد يعني، فقال لي شفت الحلقه بتاعتك يا ابو حميد وعجبتني جدا. فانا بقول لامثال هذا الشاب، يا جماعه يا جماعه ما نخشش جوه ال 18 عشان ما ناخدش ضربات جزاء، عشان غالبا لو خدتوا ضربه جزاء فميسي المتخاذل هيضيعها، بينما لو وقعتوا بره ال 18 وخدتوا فاول فسيد اللاعبين غالبا هيحطوا في الجون، زي ما انا حطيت الجون كتير الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه.